السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صحفي غاوي عصافير. النهاردة ومعادنا مع تقرير السوق الأسبوعي. هل كان في سوق ولا لأ؟ حركة البيع والشراء، اللم، كل ده هنتكلم عليه دلوقتي. بس قبل ما اتكلم ما تنسونيش باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكوا كل ما هو جديد. هنتكلم النهاردة عن السوق. ما كانش فيه تصوير ولكن كان فيه سوق، وكان فيه حركة لم واسعة قوي على الكوكتيل. رجع تاني اللم على الكوكتيل، وكان فيه لم على الروز، وكان فيه لم على الفلل، ولكن بياخدوها كشوشة وكرك، يعني بيبخسوا بيها التجار. اعتقد ان الاسبوع الجاي هيبقى اللم على الفلل بشكل جامد جدا. كان فيه كمان لم على البادج الاسترالي ولكن الفواتح بطريقة هادية. كان في لم على الزبرة برضو ولكن الفواتح. هقول لكم كده باختصار شديد، اللم كان على الكوكتيل بأنواعه ولكن اللاتيني هو السائد. برضو الروز بأنواعه ولكن اللاتيني هو السائد. كمان كان في لم على الزبرة، وكان في لم على الفلل والكرك والشوشة، وكان الاسترالي في لم عليه. كان في لم برضو على الانصاص ولكن الاحجام الكبيرة. نخش بقى في الموضوع على طول. في الاسعار، هل في تطورات في السوق؟ مازال التطوير في عملية في منطقة ميدان السيدة عائشة شغال من قبل الحكومة. هنتكلم بقى في حركة البيع والشراء. الكوكتيل النهاردة اللاتيني كان سعره من 650 ل 700، اما بالنسبة للشبابات كان بيبدأ من 500 و 600، وكان في حركة لم لانه مش موجود في السوق وبقى قليل عند الناس. الحبشي كان برضو في لم عليه بسعر 300 ل 350. السعر الصغير هتلاقيه ده سعر الشبابات اللي ماسكة نفسها. بالنسبة للإيزابيل من 350 ل 400. المصبع كان عامل 400 والبصمة كان عامل 500. الفرنساوي بقى كان الوايت فيس من 600 جنيه. الألبينو عامل 1000 ل 1350. الإيزابيل فرنساوي كان عامل 700 جنيه. نخش على قسم البادجي، نبدأ فيه بالاسترالي. الاسترالي الشبابات كان 600 جنيه والكبار 80 جنيه، وده للفواتح، ما كانش فيه لم للغوامق خالص. اللاتيني والألبينو برضو ما كانش عليه لم ولكن كان بيندرج تحت خط الفواتح، وسعره من 80 ل 100. الفالو من 100 ل 120. اللاسوينجات كانت من 80 ل 100. بالنسبة لتركيبات الريمبو كان من 140 ل 150، وكان في حركة لم عليها جامدة جدا. وده أتوقع إن هيبقى فيه لم للريمبو في الأسابيع القادمة، خصوصا إن السوق بقى نايم جدا في حركة البيع والشراء ليه، وكل اللي معاه ريمبو طلعه. فالفترة الجاية هيبقى فيه لم للريمبو، ده توقعاتي الشخصية. بالنسبة للريمبو ما كانش زي ما بقول فيه لم النهاردة، كان اللم على التركيبات ولكن كان سعره بيبدأ من 250 جنيه. الانصاص في اللم النهاردة كان ب 600 و700 اللي أحجامها قريبة من حجم الإنجلايزة. بالنسبة للريمبو فولال كان ب 1000 جنيه ل 1000 ونص. فيما فوق برضو ما كانش فيه ريمبو فولال في السوق خالص. الشكري برصاصي كان من 300 ل 400. الشوشة والكرك وده اللي كان عليه حركة لم، وكان في تجار بياخدوا من الناس الفلل على انها شوشة وكرك، ده طبعا الناس اللي هي الغواة المبتدئين. الفلل كانت 300 جنيه الفواتح و250 جنيه الصغير، وزي ما بقول في احتمال كبير لم للفلل الاسابيع القادمة. بالنسبة للفلل اللاتيني سعرها عالي بقى من 400 ل 600. اللاسونجات من 600 ل 800. البلاك وينج الاخضر ما كانش عليه لم خالص النهارده، سعره كان ب 300 جنيه. الازرق كان ب 400. الروز بقى نيجي للشريحة بتاعته، كان في لم للروز النهارده بالاخضر ب 200 جنيه، اما اللاتيني عين حمراء كان ب 450 جنيه ل 500. الروز الازرق كان 350 380. الالبينو 600 ل 1200 جنيه. الاوبلاين من 700 ل 1200 و 1300. نيجي عند الفيشر الاخضر كان ب 200 جنيه وب 300. اللاتيني 400 ل 600. الالبينو كان عامل 400 ل 600. بالنسبة للزبرة قلنا الزبرة كان في لم النهاردة ولكن للفواتح.
كان عامل 80 جنيه. اما الاورنج كان بين الغواب 120 والمدبوح 250. اما الفراولة ب 120 جنيه. الكناري كان ب 350 ل 500. الجاوة الحبشي كان من 300 ل 350. اما الابيض كان من 350 ل 400. الجاوة فون كان عامل 1200 جنيه فيما فوق. بالنسبة للحسون من 300 ل 400. الجولدن فينيش كان من 750 ل 1000 ونص وكان فيه ب 2000 جنيه. طائر المينا مش موجود في السوق ولا في حركة بيع وشراء ليه، ولكن سعره المعتاد من 150 ل 200 جنيه. اليمام الماسي كان عليه لم النهاردة، ولكن بحذر سعره وصل ل 350 و 400. الدرة الهندي كان ب 2000 جنيه و 3000 ونص. اما الامريكي وصل ل 17000 جنيه النهارده في السوق. الزنجباري الصيد 7000. اما المزارع كان ب 11000 جنيه. السلاحف كانت ب 200 جنيه والهامستر كان ب 60 جنيه. في النهاية الغاوي الشاطر هو اللي بيتمسك بحاجته. الغاوي الشاطر هو اللي بيحافظ على السعر. بالنسبة لأسعار الأكل انخفضت جدا 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 عن الأيام اللي فاتت. بعد السبعينات والثمانينات والستينات والأرقام اللي سمعناها وصل البنكم ل 38 جنيه. وهيبقى فيه تقرير عن أسعار الأكل النهاردة والبدائل. وفي النهاية ما تنسونيش في الاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام.